بغيتي توجدي فطائر سائلة كتجي غاية في الروعة، أحسن بكتير من جميع الفطائر اللي حضرتي من قبل. غادي تاخدي واحد الإناء ديري فيه 2 ديال البيضات، غادي تزيدي عليه رشيشة ديال الملح ونص معلقة صغيرة ديال الثومة غبرة، غادي تزيدي عليه شوية ديال الزعتر اللي تكوني حكيتيه بين يديك بحال هكا، وغادي تخلطي المكونات مزيان مزيان حتى تنسجم مع بعضها بعض. من بعد كتضيفي له كاس ديال الحليب بقياس كاس العنبة، وكاس ديال دقيق القمح الكامل بالنخالة ديالو. بعد ما تحصلي على هاد النتيجه هادي كتزيدي عليه بصله مشلضه، فلفله حمراء، الفلفله خضراء، والكاشير مقطع مربعات، وجوج معالق ديال المعدنوس. كتخلطي كذلك المكونات مع بعضها بعض حتى تنسجم كامله. كتاخدي ليمول ديالك وكتدهنيهم بالزبده والدقيق، وكديري فيهم الكميه اللي تعمر ليمول ديالك. من بعد كتزيدي عليهم الفرماج محكوك في السطح ديالهم، وكتدخليهم للفران يطيبوا من التحت ويزيدوا يتحمروا من الفوق ويصبحوا على هذا الشكل هذا، وبالصحه والراحه.